نتابع العلاقات الإسلامية الأمريكية من الدوحة مع الصحفية الليبية الأستاذة هدى السراري. هناك نوع من النكران في العديد من البلاد الإسلامية لهوية المهاجمين الإرهابيين. لماذا برأيك هذا النكران للهوية الإسلامية لهذا الإرهاب؟ أولا أنا أعتقد حسب وجهة نظري أنه أمريكا ارتكبت العديد من الأخطاء تحديدا في فترة نصف قرن ما قبل 11 سبتمبر، عندما كانت أمريكا تتعامل بمنتهى السلبية للحفاظ على مصالحها في المنطقة كالبترول مثلا. عملت فيها أمريكا على زرع أنظمة ديكتاتورية وأنظمة قمعية زي ما حكيت من أجل الحفاظ على مصالحها. أيضا عملت فيها أمريكا عدة أخطاء أخرى في أفغانستان على سبيل المثال. خلقت معمل من التخلف مما زاد الطين بلة كما يقولون. بعد أحداث سبتمبر أصيبت أمريكا بهزة عنيفة، أكاد أقول أن هي كانت أقوى من هزة العرب في نكسة 67. وجدت نفسها أمريكا معتدى عليها، ووجد نفسهم المسلمين والعرب في وضع دفاعي عن أنفسهم، مما سبب في خلق مشاعر سلبية وأربك، يعني مشاعر مرتبكة ساهم فيها كلا الطرفين. أنا ما أقدر أبرئ أيضا المسلمين يعني، وبالدرجة الأولى ساهم فيها الإعلام الأمريكي اللي كانت فكرة عن الإسلام هي فكرة أو معرفة سياحية، يعني مجتمعات تموج بالبدو وتعوم بالنفط يعني لا أكثر. وأيضا في جزء من الإعلام اليميني لعب دور كبير في إيصال هذه الفكرة. أريد أن أسأل، هل هذه الأخطاء التي اقترفتها أمريكا تبرر هذه الاعتداءات الإرهابية؟ يعني هل نرد على الأخطاء بالاعتداء الإرهابي؟ مما لا شك فيه، لأن أمريكا لم يكن الإعلام الأمريكي بس يلعب هذا الدور، يعني أيضا كان الإعلام العربي اللي هو كان يوصل في وجهات نظر رسمية تحت ضغوط أمريكا طبعا، حاول دائما إلصاق تهمة الإرهاب بالعالم الإسلامي، وهذا طبعا انعكس سلبا وكانت ردة الفعل قوية وغير متوقعة، مما أصاب أمريكا بالهزة وقامت بإعادة النظر في ممارساتها اللي هي بالتالي من شدة الهزة كانت عكسية، ما كانت إيجابية، كانت سلبية. نعم، لنا عودة معك حضرة الأسقف جون برايسون تشان